ما حكم الصرفة السياحية 750 اورو؟ هذه بالصيغة الجديدة، تمشي البنكة بعد ابري 3 ايام تروح للمطار تديها تركب في الطيارة. سئل الشيخ فركوس من بعض طلبة العلم ممن يتحرون الدين اشتبهت عليهم هذه المسألة، فقال الشيخ فركوس: الظاهر أنه لا يجوز. هذه الإجابة الشيخ فركوس، قال: الظاهر أنها لا تجوز، ولكن هناك بعض الفقهاء أجازها تحت ما يسمى بالسفتجة أو الشيك. الشيخ فركوس قال: أنا ما عندي ما تجوز، بصح قال لهم كاين بعض العلماء يعتبر أنه إنسان كيمشي للبنكة يمد 12 مليون ويمدوا له ورقة هذيك قابل هذاك الورقة كش ما كان شاك ولا سفتاجة ورقة شغل تدي بها دراهمك في زعما قال في دولة واحدة أخرى. قال إذا كان هذاك المعاملة سفتاجة ولا شاك، قال لك أنا شغل يخرجوا بها دراهمهم. بصح قال لهم أنا عندي أنا حسب واش فهمت الفتوى تاع الشيخ فركوس، قال لهم عندي شبهة مازلت مشتبهة لي. قال لهم هي الأحوط عدم التعامل بها إلا عند الضرورة. دوك أنا ما نقولكش بالك الأورو ما كاينش في الجزائر ضرورة، هو شخصاوه فتى الشيخ فركوس أو عالم ما يفهم، واكيد ماشي امام هذا الشيخ فركوس او عالم. قالوا هي عدم الجواز، بصح كاين بعض العلماء جوزوها باعتبار ان هذيك الورقه اللي يمدوها لك في البنكه عباره عن شيك شغل تمد دراهم في بنكه وتروح تستلم زعما قال في دوله واحده اخرى. دوك شحال الجزائر راك تشوفوا الازمه اللي تمر بها الجزائر، الازمه ديال الاقتصاديه والاخرى، دوك على حسب دوك نسال الله السلامه والعافيه. ان شاء الله ربي يجنبنا الشبه ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. واللي عنده كاش علم اخر ولا عنده كاش اجابه كاش عالم ولا سقسوه، ماذا بينا نعرفوا. انا بالنسبه لي انا دوك انا كما نقول رانا في الضروره، احنا ما عندناش الاورو ما كان دوك انسان يمشي للعمره ولا دوك انسان يحب يمشي للعمره ولا مين يجيب العمله الصعبه، فهمتوا؟ والله اعلم. ان شاء الله ربي يعلمنا ما ينفعنا، ربي يجنبنا الشبهه والحرام والربا واكله وقول الحرام ان شاء الله. السلام عليكم.